ليه عم سيد يعمل كده في زوجته وفي صديق عمره؟ الحكاية بدأت في هي محافظة الشرقية. عم سيد عنده عربية بسبوسة وهريسة. خلص شغله وقفل العربية وبدأ يروح، وهو ماشي في الطريق شاف زوجته في الطريق. بدل ما يرحب بيها طلع سكينة كانت معاه ونزل فيها طعنات وخلص عليها. الناس مستغربة في ايه اللي بيجرى. صاحبه جري يلحق الست وينقذه من المصير اللي هو هيقع فيه، بس ملحقش. واللي كان ان صاحبه عم سيد اتضير وراح مديله بالسكينة في رقبته. الراجل اللي سقط في الأرض حالته خطيرة. ليه واللي بيحصل ده كده كله ليه؟ لما قبضوا على عم سيد ولقوا الست خلصت والراجل في حالة خطيرة في العناية. ليه يا عم سيد؟ النيابة بتسأله ايه اللي انت عملته كده، سببه ايه؟ وكانت الإجابة غريبة جدا. قال انا متجوز الست ديت من سنين طويلة، ولكن من فترة حالها اتغير معايا. طلبت من صديق عمري ان هو يتدخل ويحاول ان هو يصلحها عليا ويوفق ما بيننا. اتدخل، ولكن اللي حصل ان الحال اتغير، والست اللي كانت مقلوبة عليا إيراد قلبت عليا 24 إيراد. وكانت شغالة في مدرسة عاملة استقالت من الشغل، وراحت رفع عليا دعوة خلع. كل دوت عشان أنا دخلت صديقي يحاول يصلح ما بيني وبين زوجتي. اتمردت عليا أكتر وسابت شغلها. طب بتصرف منين وهي بتطلب مني كمان الطلاق؟ فصاحبي لف عليها وقلبها عليا، وانا امنته عليها وحاولت ان انا استغل وجوده في حياتي ان هو يصلح ما بيني وبين زوجتي. ولكن اللي حصل ان هو دمر علاقتي بيها تماما. اما شفته وشفتها ما قدرتش امسك نفسي، وكان معايا السكينه بروح بيها البيت. طلعتها وانهلت عليهم وانا مش ندمان على اي حاجه انا عملتها.